السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. غبرت عليكم عاوتاني ولكن الغالب الله، الحمد لله والشكر لله على كل حال. اليوم غادي نشارك معكم طريقه ديال التحضير ديال البسبوسه عامره بالجبن. غادي نحتاجو فيها في المقادير 200 غرام ديال السميده الرقيقه اللي كنستعملو في البغرير. غادي نديرو معاها 2 معالق كبار ديال الحليب المجفف، وغادي نضيفو معاها 100 غرام ديال سكر سنيده. غادي نديرو ايضا 120 غرام ديال الدقيق. غادي نكتب لكم ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف. عندنا هنايا ربع معلقه ديال الخميره ديال الحلوى. غادي نخلطو مزيان هاد النواشف حتى تندمج مزيان مع بعضياتها، ومن بعد غادي نضيفو الماده الدهنيه اللي هي الزبده الحيوانيه. ممكن ايضا نستعملوا المارغرين اذا كانت عندنا في البيت. بالنسبة للكمية عندنا 100 غرام ديال الزبدة. غادي ندوزها غادي نوضعها في الخليط على مراحل، يعني بشوية بشوية نبدا ندخل ديك الزبدة مع النواشف حتى تندمج مزيان، باش السميدة تشرب بديك المادة الدهنية وتعطينا داك الكثافة المرملة اللي كنعرفوها ديال البسبوسة. طريقة كنظن بأنها في المتناول ديال الجميع وسهلة. تبعوا المراحل ديال التحضير ديال هاد البسبوسه هادي، اكيد غادي تنجح معكم. كنتمنى اللي كان اول مره يصادف القناه ديالي يشترك معايا ويشجع المحتوى الهادف، يخلي لي شي كلمه طيبه، وايضا يخلي لي لايك باش الفيديو يوصل للجميع والناس كلها تستافد. هنايا بان لي بانني من الاحسن نستعمل يديا، لان بغيت نبسس كيف ما كنقولوا بالدارجه المغربيه. بغيت نبسس هذيك السميده وندخل فيها الماده الدهنيه مزيان حتى نتاكد بانها تشربات وبانها اندمجت مزيان مع بعضياتها. ثم غادي نبدا نضيف في الماء تدريجيا. بالنسبه للماء عندي هنايا 80 مليلتر. الى شفتوا بان ما كافياش تقدروا تزيدوا واحد المعلقه اولا جوج ديال الماء. على اي راه كتعطينا واحد القوام بحالو بحال ديال الحرشه اللي كنديروا ديال الفطور ديال الصباح. غادي نستمر بالخلط هكا غير برؤوس الاصابع، يعني ما غاديش نحتاجو نعجنوها ولا ندلكوها بزاف حتى نحصل على هذا القوام كيف كتشوفوا عبر الصوره. قلت لكم عندها القوام تقريبا بحال الحرشه اللي كنديروا ديال الفطور. غادي نخليها ترتاح واحد 10 ديال الدقائق بدما كنوجد باقي مراحل الحلوه ديالي اولا البسبوسه ديالتي. غادي ناخذ واحد المقله باش نوجد السيرو اللي غادي نسقي به البسبوسه ملي يلاه كتخرج من الفران. مهم جدا انه خاصو يتحضر ويبرد باش ملي تخرج البسبوسه تكون هي سخونه كنسقيو بها باش هكا كتشرب مزيان. عندنا نفس الكميه ديال الماء والسكر، كاس ديال الماء كاس ديال السكر، ودرت معاه واحد طرونش ديال الحامض، يعني واحد الدائره ديال الحامض. وغادي نديرو فوق البوطه واحد 10 ديال الدقائق حتى نشوفو وصل لدرجه الغليان، يعني كيدير واحد الفقاعات شويه بيضين. ومن بعد كنطفي عليه ونخليه يرتاح. هنايا غادي نوجد الجبن اللي غادي نعمر به البسبوسه. عندي هنايا الريكوتا، درت معاها 2 معالق كبار ديال سكر سنيده، وغادي ندير معاها القشره ديال الحامض كتجي لذيذه. ممكن ايضا نغيروا القشره ديال الحامض باي نكهه من النكهات اللي كنفضلوا، بحال اللوز او الفاني او على حسب المنسمات اللي كتفضلوا نتوما. على اي هذه غير مجرد فكره وانتم تقدروا تبدعوا فيها اكثر. خلطت الريكوتا ديالي حتى اندمجت مع باقي العناصر، يعني السكر والقشره ديال الحامض. صافي بهكا كنلقى راسي بانني عطيت الوقت للبسبوسه انها ارتاحت. ودابا غادي نحضر اللاطه اللي غادي ندير فيها الحلوه ديالتي. انا غادي نستعمل لاطه ديال المافين. ممكن ايضا نديروا الكويغطاس ديال الحلوى اولا اي فورمه بغيتو ديروا فيها الشكل يعني ديال الحلوى. درت هنايا البيستاش من التحت، وغادي نبدا نشكل كويرات من العجينه ديالتي من بعد ما شدات راسها كيف كتشوفوا. هنايا يعني عينكم ميزانكم تقريبا حجم المشماشه تقريبا. كنحطوا الكويرات كلهم قدامنا باش كنعرفوا باننا قسمنا العجين بتساوي. ومن بعد غادي نحاولوا غادي نبداو نعمروا في العجينه بالجبن اللي وجدنا من قبل. بالنسبه للاطا انا عندي هذه ما كتلصقش. الا كنتو عارفين بان اللاطا عندكم ديال الالومنيوم او لا المهم تقدر تلصق، ديروا الكويغطات او لا دهنوها بالزيت وبالسميده باش يجيكم سهل انكم تنزلوا الحلوى من بعد ما توجد. الطريقه كنظن بانها سهله. هانتوما غادي تشوفوا هنايا كناخذ ديك الكره ديال
العجينه. غادي نسرحها بحال هكا بين يديا، ما غاديش نحتاج لا مدلك لا والو لانها عاطيه الطوع. وغادي نوضع فيها كميه ديال الجبن في الوسط. ممكن الا كان عندنا بكميه اكثر البيستاش نقدروا حتى هو نضيفوه مع الريكوتا من الداخل، كيعطينا المنظر وايضا كيعطينا المذاق يعني بمذاق اكثر. صافي وغادي نسدو عليها ونحطوها بحال هكا. البنات اللي كيصايبوا الشهده راهم غادي يعرفوا بطبيعه الحال هاد الطريقه هذه راه كنديروها في الشهده دائما فاش كنعمروها بالشوكولات اولا باش كنعمروها بالمربى. كنديروا ديك العجينه بحال هكا بين صباعاتنا وكنحلوها حتى كنحطوا الحشوه ونعاودوا نسدو ونحطوا الكره ديالتنا فوق الحبيبات ديال البيستاش. هانتوما انا غادي نعاود نكرر معكم العمليه، طريقه جد سهله وبسيطه. غادي تحاولوا تحطوا الكميه ديال الجبن في الوسط ديال العجينه اللي حلينا بين يدينا هكا بين يعني فوق صباعاتنا. وغادي نحاولوا نسدوها. العجينه راها كتكون هشيشه بزاف، يعني حاولوا عليها ما تخافوش منها يعني انها غادي تحل خلال الطياب، راه ما غاديش تحل. غادي نحاول نستمر بحال هكا حتى نكمل الكميه ديال العجينه والكميه ديال الجبن اللي عندي. من بعد ما ساليت غادي نتاكد بانني عمرت كاع البلايص اللي حطيت فيهم البيستاش، وغادي نديرها في الفران طيب من الفوق ومن التحت على درجه الحراره 170 تقريبا حتى نحسوا بالحموره طالعه لها من الجناب. يعني نحاولوا عيننا ميزاننا كل فران كل وحده كتعرف الفرانها. من بعد غادي ملي يلاه كتخرج من الفران كتكون باقا سخونه، غادي نسقيها بالسيرو اللي خليته برد. مهم بزاف ان السيرو يكون محضر من قبل كيف شفتوا حنا قادينه في الوقيته اللي خلينا العجينه كترتاح باش يبرد ونسقيو به البسبوسه. ملي يلاه كتخرج من الفران بهكا كنتاكدوا بانها غادي تشرب مزيان هذاك السائل وغادي تولي مرمله وتجي النتيجه ديالها رائعه. من بعد ما سقينا الحلوه ديالنا غادي نردوها للفران وهو طافي باش نخليوها تشرب مزيان السيرو. ومن بعد نقدموها في طبق التقديم. النتيجه كيف كتشوفوا معايا رائعه جدا. الناس اللي كيعشقوا الجبن في البسبوسه هذه طريقه كتجي فرديه كتجي سهله. نقدروا نقدموهم في الفطور، نقدروا نقدموهم في الكوتي، وايضا نقدروا نحتفظوا بهذه الوصفه هذه نقدموهم ان شاء الله في رمضان. كيف ما استفدتم من الوصفه فيدوا ناس اخرين. شكرا لكم على المتابعه والى حلقه مقبله ان شاء الله. خليتكم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.